السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله. اليوم عندي لكم شرح كيف تعرف كلمة السر للشبكات اللي حواليك. زي ما انتم عارفين في برامج كثيرة، اتوقع انها كلها وهمية حتى او انها تخمينية. واي فاي هاك او عليه مفتاح قفل، الشغلات اللي نازلة حاليا يعني اكثر الناس تبحث عنها. كيف تعرف كلمة السر جارك او اي شخص قريب منك. ف انا ما نزلت عن البرامج الثانية اللي يسموها واي فاي هاك او باسورد هاك او برامج هذيك، لاني عارف انها كذب ووهمية، وانا ما احب انزل شيء وهمي. عندي لكم البرنامج هذا، تقريبا هو ما هو وهمي ولا شيء. هو اذا كان عندك شبكة حواليك ومنزل البرنامج هذا وضايف الشبكة حقته، بيطلع لك اسم الشبكة والباسورد حقه. يعني ما هي شغلة تهكير ولا شيء. أبوريكم البرنامج وسهل. نبدأ. اسم البرنامج واي فاي باسورد او واي فاي مابز. طبعا اول ما تفتحه بيطلع موقعك، لازم تشغل الجي بي اس عشان يجيب موقعك والشبكات اللي حواليك. طبعا هذه الشبكة اللي انت متصل عليها، او هذه الان انا اللي متصل عليها، اقدر اضيفها. اي واحد محمل البرنامج ذا يعرف كلمة السر حق شبكتي. واذا ما ابغى اضيفها اخليها بدون ما اضغط على باب، اضغط على الخريطة زي كذا. طبعا انا النقطة الزرقاء الصغيرة اللي هني، اوكي. هذه الشبكات اللي باللون الازرق هذه كلها شبكات حواليني، بس ما يوصل لها الجوال، بس موجودة حواليني. تضغط عليها ضغطة واحدة كذا وتضغط فوق عليها ثاني مرة، بيطلع لك الباسورد تحت زي ما تلاحظون تحت هنا. نشوف شبكة ثانية، اي موقع ثاني تضغط عليه. هذه تقريبا 2 كيلو عني زي ما انتم شايفين الرقم. طيب هذا الرقم سري، تقول ممكن هذا البرنامج يخمن. لا، بشوف لكم شبكات ثانية. لو تلاحظون حتى كلمات السر يعني مختلفة كثيرة. هذا 3 كيلو بعيد عني. لاحظوا الباسورد يعني حتى صعب. فيعني البرنامج هذا احتمال ان يبقى الباسورد زي ما هو، او احتمال ان يغيره صاحب الشبكة. فانا موقعي ما في احد قريب مني، موقعي بعيد شوي. فهذا بيطلع لك جميع الشبكات اللي حواليك. لو تلاحظون شوفوا الشبكات، يعني البرنامج صراحة رائع. يعني لو تلاحظون شايفين كيف الشبكات. المهم ان البرنامج سهل، يعني ما يحتاج ان اوضح فيه زيادة. بنزل لكم رابط التحميل تحت. طبعا البرنامج مجاني. هذا وصلى الله وسلم. لا تنسوا من الاشتراك واللايك والمشاركة. نشوفكم على خير.